رح نعمل مع بعض طريقة الكبة المقلية بدون ماكينة بدون هبرة. رح نعملها مع بعض، رح نفرزها لتاني يوم رمضان رح نعملها. هاي تاني فيديو للكبة بنزلها، بس هاي بدون هبرة بدون ماكينة رح نعملها. أول شي رح ننقع البرغلات تقريبا لمدة ساعة. رح نعمل 3 أكواب من البرغل الأشقر، كوب من البرغل الأسمر. طبعا فيكن تعملوا كلها أسمر أو كلها أشقر أو تخلطوهم مثل ما أنا خلطت. هلا بخلط البرغلات كلها مع بعضهم. رح ضيف 4 أكواب من المية الدافية، بسكر عليها لمدة ساعة لتتفتح معنا البرغلات. بعد ما حركنا كل البرغلات تأكدنا نشرب كل المي. هلا بنسكر عليها لمدة ساعة. هون أنا عندي 800 جرام من اللحمة غنم. حطيت شوي زيت زيتون. راح نحمصهم. بعد ما تحمص من تحت هلا بقلبها لجهة ثانية. بحط ورقة غار. عندي هون بصل كتير مفرمته على الناعم. هلا ببهرها ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة ونص، طبعا الملح حسب الرغبة. ملعقة صغيرة ممسوحة فلفل أسود، نص ملعقة من فلفل أحمر اختياري، ربع ملعقة قرفة، نص ملعقة من فلفل أبيض. بحركهم، بتركهم يتسبكوا شوي مع بعضهم. طفي تحتها، بشيل ورق الغار. هلا بضيف الجوز طبعا مفرمته مو على الناعم كتير. هلا بضيف دبس الرمان، ببردها بعدها بنشتغل فيها. بعد ما مرق عليها ساعة تشرب عنا كل المي البرغل، رح اضيف البطاطا المسلوقة. طبعا عندي حبتين من البطاطا. هون رح اضيف بصلة واحدة مبرشته. رح بهرون ملعقة أو نص من الملح ذوق شخصي. رح اضيف له فلفل أسود، كمون، مع بابريكا، ملعقة صغيرة بابريكا. هلا بنضل ندعكن لحتى تتماسك معنا تصير مثل العجين. متابعيني الحلوين، بتمنى ما تبخلوا علي باللايك للفيديو، متابعة للصفحة. تابعوني على قناة اليوتيوب، تشتركوا بالقناة إذا ما لكم مشتركين. تابعوني على حساب الفيسبوك، على حساب التيك توك، ليصلكم كل شي جديد أنا بقدمه فضلا وليس أمرا. كيف منعرف العجينة ناجحة معنا 100%؟ وقت ندعكها ما احتاجت ولا نقطة مي، وبتطلع بقوام متل ما بدنا. هلا رح ضيفلها ملعقتين من زيت زيتون. الزيت زيتون بيعطينا هيك قوام لزج. هلا برجع بدعكها. عجينة الكبة جاهز معنا. هون بعد ما برد عنا اللحمة، هلا رح نشتغل بالكبة. رح نعمل كم قرص. عندي هون كوب مي، ملعقة نشا مذوبته فيه. هلا رح نشتغل بالكبة. طبعا رح نكورها لكرات، بعدها رح نشكلها طبعا بالحجم اللي بدنا اياه. اهم شي نرققها. طبعا بدهن ايدي بالمي ونشا. ما رح نسمكها كتير ولا رح نرققها كتير. هلا بنحشيها لحمة. هلا بنسكرها بهالشكل. طبعا اغلب العالم ما بيعرفوا يكبكبوا، انا كنت وحدة منهم صراحة. كانوا جيراني يجوا يعملوا لي، فكنت اعملها لحالي، خربها وظبطها، خربها وظبطها لحتى طلعت معي، لحتى زبطت. اي والله. انتو كمان فيكن تعملوا نفس الشي. بدنا اياه بهالشكل. برجع بعمل وحدة تانية. طبعا كل ما كبكبها وتنشف معي الكبة برجع بدهنها بالمي والنشا. طبعا تشكيلة الكبة لا سهلة ولا صعبة، بدك تحاولي مرة مرتين ثلاثة لحتى تطلع معك أزبط. هلا بنحشيها وبنرجع بنسكرها بهالشكل.
طبعا ايديكي ما تكون ناشفة، تدهنيها بالمي ونشا لما تتشقق معنا. بدنا اياه بهالشكل. بعد ما خلصت تشكيلهم برجع بدهنها بالنشا والمي. أخدوا معي ساعة ونص تشكيلهم. هلأ خلصتهم. طبعا أنا هاي طريقتي رح فرزها، ما بيصلن شي أبدا. لتاني يوم رمضان رح أقليها أو أول يوم رمضان. بجيب تبرواية كبيرة لتسع معنا كلياتهم. طبعا مديتها أول شي ورقة تحتها، بصفهم بهالشكل. خلصت صفهم بسكر عليها بورقة زبدة بحطها بالفريزر.